هاي جايز، الجزء الأخير من تقييم المشاهير في عرس نارين. وعندكم هون شمس الفارس. أنا ما بعرف إنه كانت متواجدة، انصدمت لأنه ما في أتوقع تواصل كان بينهم أو تواصل على السوشيال ميديا. أنتو خبرتوني. المهم أحسها طالعة حورية بس مش زرقاء سودا. شو رأيكم؟ حلو، أنا حبيت، بس أحسه أوفر من تحت، يعني تحس حتى مش مثل السمكة. ما بعرف أنتو شو رأيكم؟ بشكل عام شمس الفارس دائما حلوة وكل شي بيلبق لهم، أنا بحبها يعني. لايك وشير. عندكم بعد آسو الجميلة كمان، طالعة جدا راقية، طالعة جدا كلاس، طالعة حلوة. حبيت الشعر، أنا بحب هاي سحبة الشعر، اي لايك ات، مبين علي إني أنا هلا فيها صح. وعندكم هون شيرو وشهد. شيرو وشهد. شيرو طالع كيوت، بتحس عن جد الأخ الصغير، وشهد ما شاء الله. أنا عم أحكي لكم شهد كتير كتير حليانة عن قبل، كتير حليانة ما شاء الله. بس الفستان حسيته فستان سهرة أكتر ما يكون فستان عرس. انتو شو رأيكم؟ ليك هون شو كيوت الصورة طالعة، أحسها كيوت يعني. عندكم هون الخال ومرت الخال والبنت. البنت ما شاء الله أنا أموت عليها، أموت 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 عليها. ومرت الخال بتجنن. والخال كتير حلو البدلة، يعني أحلى بدلة لهلا هي. ليش؟ لأنه هيك أسود بأسود، كاملة متكاملة. لايك وشير. مرت الخال معروفة دائما أنيقة وحلوة ما شاء الله. عندكم سارة وسام. تبعيت وسام كتير حلوة، وتبعيت سارة حلوة، بس حسيت الشعر مو لابق إلى الغرة. قبل كان أحلى أتوقع. شو رأيكم؟ المهم اعمل لي فولو، خلينا نوصل 800 ألف. عيب عليكم. باي قاضي.